ابنك بقاله ليلتين مش عارف ينام، يصحى من النوم يعيط ويصرخ من وجع في رجله، وانت كمان عماله قاعده تلطمي ومنزله جوزك يدور على الدكتور عشان يشوف حل في المشكله، وتصحى الصبح تلاقي الاستاذ عمال يجري ويتنطط وبيلعب زي القرد اكن ما كانش في حاجه خالص. لا، ده مش عفريت، ده اسمه حاجه تانية خالص. اعزائي الموجوعين والموجوعات، كلنا فاكرين ان الولد في الموقف زي ده بيتدلع او بيمثل، بس الحقيقه ان الوجع ده حقيقي 100%، وبنسميه الام النمو. الالم ده مشهور قوي في الاطفال من اول 3 سنين لغايه 12 سنه، والغريب انه ما بيجيش الصبح خالص، هو غالبا بيجي بالليل بس، وبالذات بعد يوم الواد بيكون هالك نفسه فيه لعب. والسبب ان مش ان العظم بيكبر فبيوجع، السبب ان العضلات والاربطه بتاعت الطفل بتتعب من كتر الفرهده طول النهار، فبتشتكي بالليل في شكل مغص في العضلات. والحل مش مضاد حيوي، الحل شويه كمادات دافيه وشويه تدليك خفيف، لان الموضوع طبيعي تماما وما بيقلقش. اما بقى لو لسه الوجع مكمل الصبح او ظهر فيه عرق، هنا لازم تنوروني العياده. تعملي بقى سيف للفيديو ده يا ست الكل عشان تفتكريه في نوبه العياط اللي جاي. وما تنسيش تتابعيني انا دكتور محمد الجوهري، عشان هقول لكم كلام عن عظمكم محدش غيري هيقوله لكم.